السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد ومع أسئلة جديدة وجوائز جديدة في حلقات القرآن الكريم في جسر الشغول، فكونوا معنا. حياكم الله إخواني مجددا، ولا تنسوا دعمنا والاشتراك في هذه القناة فإن الدال على الخير كفاعله. ابتداء هذه الجوائز مقدمة من إحدى أخواتي إلى معلم القرآن، وتهب ثوابها إلى روح أمي رحمها الله تعالى. طبعا سنسأل بعض الأسئلة لبعض المعلمين، والفائز يربح معنا جوائز مادية إن شاء الله تعالى. حياكم الله مجددا، ونحن الآن مع حلقة الشيخ أحمد، وهي حلقة المستوى الثاني. كيف حالكم شيخ أحمد؟ حياكم الله. الله يبارك فيك. راح نسأل سؤال إن شاء الله، والأسئلة اليوم للمعلمين، فإن أجبت إن شاء الله فلك جائزة معنا. طيب، السؤال هو: من هو الصحابي الذي لقب بالعتيق، الذي كان يكثر من عتق الرجال؟ رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما شاء الله. طيب، فينك تحكي لنا ليش سمي بالعتيق؟ كان يعتق العبيد، مشهور أنه يعتق كثير من العبيد، وأيضا كمان هو العتيق من النار. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. تربح معنا جائزة يا شيخ، تفضل. نفع الله بكم. سؤال آخر إن شاء الله، ومع حلقة جديدة إن شاء الله. الله مجددا، ومع سؤال جديد مع الشيخ وليد المستلم لحلقة الإعدادي. كيف حالكم يا شيخ وليد؟ حياك الله. خليك أنت مرتاح. كيف حالكم إن شاء الله؟ الله يبارك فيك. سؤال: بارك الله فيك. إذا أجبت ربحت معنا. نعم، تفضل. حياكم الله. السؤال: متى استلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة؟ يعني متى بويع على الخلافة؟ إذا ما بتعرف نعطيك احتمالات. نعطيك احتمالات. 11 للهجرة. 11 للهجرة، أحسنت. يعني هو في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، فتح الله عليك يا شيخ. تفضل وتربح معنا جائزة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك ونفع الله بكم الأمة. الآن مع حلقة جديدة وسؤال جديد بإذن الله تعالى. حياكم الله مجددا، ومع حلقة جديدة ومع سؤال جديد ومع الشيخ أحمد. السلام عليكم، كيف حالكم الشيخ أحمد؟ الله يبارك فيكم. عندنا أسئلة وجوائز، فمن أجاب ربح، والربح الأهم هو في الدار الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين ومن الرابحين. طيب، سؤال: متى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ راح أعطيك احتمالات. طيب، في السنة 6 من البعثة، أم 8 من البعثة، أم 10 من البعثة؟ 6 للبعثة. 6 للبعثة، أحسن. بارك الله فيك. هو طبعا أسلم في العام أيضا الذي أسلم فيه، كما ذكر أيضا في السير، في العام الذي أسلم فيه حمزة رضي الله تعالى عنه. نعم. بارك الله فيك ونفع الله بك الأمة. يحفظك جزاك يا رب. الله خيرا. حياكم الله. الله. هذا ظرف مادي، يعني هذه الجوائز كما قلنا يعني موهوب أجرها أو ثوابها إلى روح والدتي، نسأل الله تعالى أن يرحمها. بارك الله فيكم يا شيخ، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سؤال جديد وحلقة جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى، ومع سؤال جديد مع الحلقة من المستوى الأول، ومع الشيخ أبي إسلام. كيف حالكم يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طمنونا عنكم. يلا الشيخ. اليوم عندنا أسئلة للمعلمين وجوائز للمعلمين، فأنت أحدهم. صعب شيء. لا، إن شاء الله الأمور يسيرة إن شاء الله. إذا ما عرفت نعطيك احتمالات أكلهم إن شاء الله. طيب، السؤال هو: من هو الصحابي المكنى بأبي الحسن أو أبي تراب؟ كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا أبا تراب، لذلك كني بأبي تراب وأبي الحسن. الصحابي الذي يكنى بأبي تراب هو علي بن أبي طالب. ما شاء الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا تراب، فكني بأبا تراب. ما شاء الله، جزاك الله خير. وكانت أحب الألقاب إليه وأحب الكنى إليه لسيدنا علي. رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب وعن صحابة رسول الله أجمعين، ونسأل الله تعالى أن ينشأ جيل كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. تفضل تربح معنا جائزة. حياكم الله. بارك الله فيكم. ومع سؤال جديد وحلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. والآن مع سؤال جديد ومع المختبر. سنختبر المختبر اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ سنختبر المختبر، وإن أجاب أكرمناه بإذن الله تعالى. حياكم الله. السؤال كالتالي: ما أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. زوج سيدنا علي رضي الله عنه السيدة فاطمة رضي الله عنها. وسيدنا عثمان يعني كان له زوجتان من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة أم كلثوم رضي الله عنها، والسيدة رقية أيضا رضي الله عنها، وزينب
رضي الله عنها. رضي الله 4 تعالى بنات عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله تعالى أن يجعل بناتنا كبنات النبي صلى اللهم الله عليه آمين. وسلم. اللهم جزاك الله آمين. خيرا وإياكم. وتربح معنا جائزة. هي يعني ليس العبرة بالماديات، إنما العبرة بأن نكافئ أيضا معلمي القرآن، أن نكرمهم فهم يستحقون الكثير. بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خير يا شيخ، حياكم الله. هذه مجموعة أسئلة لبعض المعلمين، فعلى معلم القرآن أن يكرم، لا بد أن يكرم معلم القرآن، فهو أحق بأن يكافأ. وهذا يعني تبرعات بسيطة يعني من أهل الخير كما قلنا، حتى نكرم بها حلقات القرآن ومعلمي القرآن، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. حياكم الله مجددا. وهذا السؤال كان موجه لأستاذ لمعلم الحلقة، حلقة التحفيظ، ولكن تبرع به لطلابه، فسنسأل السؤال للطلاب ومن يجيب نكرمه بإذن الله تعالى. كيف حالكم يا شباب؟ السؤال كالتالي: من هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ برفع اليد، من يعرف؟ طيب أنا راح أعطي احتمالات بس برفع اليد. الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. بدي واحد يعرف الجواب، مو يتحذر، بدي واحد يعرف الجواب. الزبير أم عثمان أم طلحة؟ ما اسمك؟ محمد سكور مصطفى. طيب ما هو الجواب؟ طلحة بن عبد الله. أنا قلت ما بدي تحذر، خلص. بقي 2، إذا عرفت عرفت، ما عرفت نلغي السؤال. الزبير بن العوام. أحسنت، بارك الله فيك. ما اسمه؟ عبد الكريم العبدو. هل أنت بتعرفه من الأول ولا لأنه حذر إجابة خاطئة تخيرت بين اثنين؟ ست وزدت ها؟ كنت ست بالاول. كنت بدك هيك من الأول هيك؟ ايه من الاول. بعدين كيف تأكدت طيب؟ انه هو قال طلحه. إيه قال طلحة، بقي الزبير وعثمان، ليش ما قلت عثمان؟ عثمان انه كان شو كان ملقب؟ كان بن ذو النورين. بذي النورين، فكان لقبه ذو النورين. أما الزبير كان لقبه ليش؟ كان حواري النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك، تربح معنا هذه الجائزة. وبهذا نكون قد انتهينا من برنامجنا لهذا اليوم، ومع مكافآت وأسئلة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تحيا بأرقى القيم نحو الأعالي من خير